فيا سامع الغناء أيها المؤمن الموحد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا سامع الغناء ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا سامع الغناء إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. يا سامع الغناء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا سامع الغناء تصور نفسك وأنت بين زملائك في لهو وطرب وإعراض ولعب، وفجأة انخسف الله بكم الأرض أو مسختم قردة وخنازير كما توعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل الغناء. فما موقفك؟ ما مصيرك؟ كيف يكون جوابك أمام الجبار جل جلاله وأنت على هذا الحال؟ يا سامع الغناء أرأيت لو سلب الله سمعك فصرت تقعد بين الناس لا تدري عنهم إذا تكلموا ولا تفهم مرادهم إذا ضحكوا، تتلفت بينهم بعينيك أو تشير لهم بيديك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا سامع الغناء أين المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون؟ أين الذين إذا سمعوا حكم الله ذلوا وأطاعوا وأذعنوا وانطاعوا؟ أما تخشى سوء الخاتمة فتلقى الله سامعا أو مغنيا أو عازفا؟ وكم من أحد والله مات وهو يردد الأغاني. ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل الغناء والمعازف حضرته الوفاة، فلما اشتد به نزع روحه قيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يردد أبياتا من الغناء، فأعادوا عليه التلقين يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يردد الأغاني، فلما ثقل لسانه عن ترديد الكلمات جعل يردد الألحان يقول تنتنى 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 حتى خرجت روحه من جسده وهو